صباح الفل يا رجاله. الناس بقى اللي تقول لك انا بطلع عند الحمام الاقي فرد الحمام ميت من غير سبب، يبقى فمانة الله كده واقف اطلع على ايه؟ ميت. تعالى كده نسمي الله كده، ويا ريت كلنا كده نصلي على النبي ونصب على الحاج احمد الاول. صباح الفل يا حاج احمد، اخبارك يا جميل؟ ازيك وازاي مزاجك؟ صباح الفل يا حنفي، عامل ايه؟ اقسم بالله العظيم انت خيرك عليا بجد والله يا رجاله، بجد والله مش كلام. انا مش سايب قطه في قصادها، انا سايب اسد في قصادها. انا من يوم اصلا ما جبناه واحنا ما شفناش فار. يعني احمد بيقول لي مش ملاحظ ان احنا ما شفناش فار؟ مش فار بقى عمل حاجه، لا ما شفناهوش اصلا. ماشي ابو الاحناف يا معلم، صباح الفل. ماشي يا عم، ماشي تراخم يا عم تراخم. وحافظ السلاكه يا احمد هنا وفوق وفي كل حته، حافظ البيت كله، بينزل لحد تحت في المدخل. صباح الفل يا رجاله. نرجع بس لحلقتنا تاني اولا عشان في حلقه مهمه جدا بعد الحلقه ديت عن اللبلق والحمام اللي احنا ما بنشوفوش بيكسر ولا بيزوم ولا الكلام ده كله، علاجه ايه وحله ايه. شوف يا حاج احمد، يعني انا طبعا انت عارف الكلام اللي انا هقوله ماشي. انت بتبقى حريص ان انت كل 15 يوم تدي من يومين ل3 مضاد للسموم. قدامكم يا شباب اهوت على الطبيعه. طيب ايه اللي حصل؟ اتفضل. انا من قيمه اسبوع كده شفت مثلا صديق عندي على الفيسبوك حاطط صافي. هو مثلا بص يعني انا كتبت له قلت له الحاله دي كانت عندي قبل كده في سنه من السنين. فاكر احمد احنا في شرحنا في السنه دي فردين او 3. ماشي، قلت له دي سموم فطريه عند فرد الحمام. ايوه السموم الفطريه في فرد الحمام بتبقى بنسبه ماشي. لما بتعلى قوي بيبقى الفرد سليم زي ما انت شايف، واقف كده واقف مفيش في اي حاجه. ويقوم يا باشا قاعد على بطنه وعامل كده ويقوم ميت. ايوه الله ينور يا عم احمد، الله ينور. اقسم بالله انت بص انت يعني وفيت. الحمام لازم ياخد في الشهر من يعني في نص الشهر 3 ايام وفي اخر الشهر 3 ايام. يعني مثلا نقول كل 15 يوم 3 ايام مضاد للسموم. لازم ماشي. ده حاجه اساسيه عندنا. يعني من الاخر بقى عشان بقول لك لازم ما تربيش حمام غير لما تدي مضاد للسموم. وحته التمسيك انت بتمسك ازاي يا جماعه؟ والله العظيم المعلومات اللي انا بنقولها ديت المعلومات دي بفلوس. انا ما ينفعش ان انا افضل ازود مسق، ما ينفعش ان انا افضل احط، لا انا ماشي بالمسائب جردلين. جردل في حته قماشه او خيشه او سفنجه، بمسك المسقه ديت شمال ويمين بره وجوه بخليها زي القشطه. بص المسقه عامله ازاي، بص المسقه عامله يعني. وانا داخل اصلا على المسقه دلوقتي انا لمحت ريشه رفيعه قوي اهو بصبعي واقوم جايبها. يا جماعه الحمام كده، الحمام خدمه. انا مش يا عم احمد احنا ما بنطلعش نقعد مع الحمام، احنا ما بنطلعش، احنا بنطلع اخدم الحمام، بطلع اقعد اخدم في الحمام ماشي. انا ممكن مثلا بطلع منك انا حصل من الساعه 7:30 8 بتطلع بقى تقعد افضل رايح. ايوه يا جماعه خدمه هو ايه يعني. ما عملتش كمان كل اللي انا عاوزه طبعا. يعني السلاكه التحتانيه دي بقول لك ايه، الجمعه دي الجمعه اللي بعدها. بقول لك إيه، انت لو قعدت يا عم احمد اليوم كله كامل، يوم من الصبح لحد بالليل، هل الشغل مع الحمام يخلص؟ الخدمه ما يعني مثلا يعني انا معدي على محضر ولقيته فاضي ما ينفعش اقوم بقى معديه وماشي. انا مثلا مريت على مسقه ولقيتها ناشفه. اليومين دول يا رجاله حر، اليومين دول عشان خاطري انا لسه بقول لاحمد والنبي احمد بالمره عشان خاطري الشرعتين دول كمان يتفتحوا. الشرعتين الغرب دول بدانا طبعا نفتح البحر، الجو بقى نار ماشي، فببدا افتح ماشي. شيل مشمعك وعشان خاطري فتحت ما تقفلش، قافل ما يعني انت فتحت خلاص ما ترجعش تقفل تاني علشان الحمام ما يتعبش ماشي. اليومين دول يا رجاله ربنا يبارك لكم ويرزقكم الخير، يومين هزه، فخلي بالكم من حمامكم، ما تغيرش درجه الحراره على الحمام كتير. في حمام بيتهز، حمام كتير بيتهز. حمام وفي حمام بيبقى متنصل وما بيقدرش يقاوم المصل. تغيير فصول السنه، تغيير فصول السنه يا جماعه. احنا بنبقى ممصلين واطلع الاقي فرد اتلوح وفردين اتلوحوا عندي ماشي. طيب نرجع بس لمرجوعنا الاول يا احمد عن مضاد للسموم. يبقى مضاد للسموم يا رجاله مهم جدا في الميه 3 ايام في اول الشهر و3 ايام في نص الشهر. ده حاجه اساسيه غير اللي انت عملته ده هيحميك بنسبه 100% من الموت المفاجئ اللي انت بتطلع تلاقي عندك من غير سبب. تقول لي والله ده كان واقف سليم. يعني هو ساب عليه الفرد، يعني فاهم انت ازاي؟ فبعت له انت اصلا ما تعرفوش. قلت له ده سموم فطريه وانت سموم فطريه نسب معينه في فرد الحمام. عندما بتعلى فرد الحمام هي يا باشا بتموت. انا كان عندي قشر بندق في مره، هو بياخد قدامك كده وانا واقف قدامه كده اهو. تمام يا باشا. تمام. لقيته هو بياخد اصلا نايم على جنبه قام ميت. يا عم احمد اقتنع، عشان اقتنع اللي دي ايه خدته ورحت شرحته قال لي دي نسبه سموم فطريه. احنا هنا رجاله بنشرح، يعني هنا ما عندناش مشكله بنشرح. في بقى نقطه مهمه جدا يا شباب، ساعات الناس تربط تقول لك ده حسد، اصل انا رفعته على الفيسبوك اتحسد مات، اصل واحد كان عندي في السلاكه وحسد ومات. لا طبعا، انا والله في سنه من السنين
3 حتت فحميات، ال3 في يوم واحد، فاكر احمد كان في الثلاجه التحتانيه، ال3 في يوم واحد في ساعه واحده ماتوا، لدرجه ان انا قلت في حاجه الاكل مسمى. بس في الاخر لما بنشرح الحمام وبنشتغل بطريقه علميه بنكتشف اللي دوت لازم تكون اللي بيموت بقى مثلا يعني مثلا ايه كان تعبان ماشي دي حاجه تانية. لكن اللي بيموت موت مفاجئ ده يا باشا ده سموم فطريه. وبالمناسبه يا شباب بتدي بتدي مضاد للسموم، بتلاقي الحمام دخل في الكلفه تاني يوم وصحته ظبطت، وتلاقي الزبله اتغيرت. تمام، فمضاد للسموم. طب بتستخدم ايه يا وليد؟ اي حاجه بقى. عايز تكلم محمد عصام ويبعت لك نوعين 3 من عنده، اي نوع من عنده ماشي. عايز مستورد في مجموعه خماير، يكون حاجه محترمه كده نظيفه كده عشان ما تحطش ميه على الميه. في مكان يا باشا بعيد وما عندكش بيطري، خلي تفاح وخلي عادي، مره من ده ومره من ده. يعني انت اشتغلت اول 3 ايام خلي تفاح، تشتغل اول 3 ايام بعد 15 يوم خلي من العادي، من اللي هو بتاع اسرق كده الازازه من عند امك من تحت او من عند مراتك. ما بيعملش حاجه في الحمام ده يا باشا، بيخلي الحمام ما شاء الله جميل جدا. واقول اسرق الازازه من عند امك من تحت من وراها كده ماشي، زي ما احنا بنعمل كده، وقوم ايه حاطط سنتي على اللتر الميه، سواء خل تفاح او خل عادة. شباب صباح الفل، دي كانت الحلقه المهمه. يعني انا دايما في سلكتي وانا بشتغل ماشي بقول لك انا بعمل ايه علشان تبقى انت برضو معايا في الصوره. انتظروني يعني عروض الزيادات طبعا، اللهم بارك ان شاء الله. الناس اللي بتسالنا على الحمام ان شاء الله الاسبوع الجاي يبقى في عروض محترمه جدا يا شباب. يا رب حلقه مضاد للسموم تكون فادت الناس كلها، ومهم جدا وخد كلامي في عين الاعتبار، ما تسمعش كلمتين وخلاص ويلا يا عم يلا ميه بيضه وخلاص. وحذر الرجاله بالله عليكم، الميه من قدام الحمام، الميه ثم الميه ثم الميه، مش عايزين فرد حمام يموت عطش عشان الجو بص نار، احنا واقفين اهو ميتين من الحر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.